يا صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنعمل محشي كرنب، او معنى صح هنعمل جميع انواع المحاشي، يعني محشي مشكل ومحشي كرنب. انا كنت في السوق وجبت الكرنب دوت، وقلت اصور لكم بالمره الصبح بدري كده وانا بره. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي هعمل اول فنجان قهوه كده حلو عشان نفوق مع بعض. يعني احنا فطرنا، انا فطرت يعني. وقلنا بقى نعمل ايه؟ نشرب كوبايتين قهوه كده انا وبنت عمي. طيب نجهز القهوة، والعين التانية انا مولعة على المية اللي هي هنسلق فيها الكرنب يعني. قلنا بالمرة بقى والولاد في المدرسة كده نبتدي بقى ايه، نشتغل كده ونشوف اللي ورانا، عشان بس ايه الوش اللي احنا بنبقى فيه طول النهار. طلعت بقى كل حاجتي وجهزت كل حاجتي كده، وهننزل اهو نجهز بقى ايه البصل بتاعنا عشان نخدع. وضربت الطماطم وهوريكم بقى نعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي بس ايه نبشر الجزر كده، نقطعه تقطيع صغير خالص. انا عامه ما بحمرش البصله بتاعه الكرنب، بتاعه المحشي. يا دوبك بس تدبل، يعني خليها تدبل كده. وبنزل بقى الصلصه على طول، الطماطم يعني عشان تتسبك. طبعا على ما طلعت الحاجه بتاعتي على الترابيزه على الطبليه ورصيتها، الكتاكيت طلعت عيني. طلعوا قعدوا ينقروا في الكرنب، قلت لهم يخرب بيوتكم، انتوا لحقتوا؟ ده انا لسه عايزه اتصور بيهم. بس فما لحقتش بقى ان انا ايه اوريهم لكم يعني وانا شايلهم وكده. بس هم كده على الترابيزه، البتنجان والكرنب كله. هفرد لكم كل حاجه دلوقتي. ما تنسوش بقى ايه تتابعوني لو على اليوتيوب تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. لو على الفيسبوك بقى ما تنسوش بقى ايه الشير كتير، يوصل برضو الفيديو لاكبر عدد من الناس، وتعملوا لايك ومتابعه للصفحه. انا هنا بقى علقت خلاص على البصل. بس طبعا الشعلة كل شويه الهوا بيروح وبيجي فبيطفيها. وكل شويه برضو بيهز الكاميرا زي ما انتوا شايفين كده. يعني كان في شويه هوا كده حلوين على السطح مع شمس، الشمس تغيب الهوا يجي. هقطع بقى الكرنب كده علشان اجهزه، عشان خلاص الميه غليت يعني. وابتدي بقى اروق مكاني كده. اشيل كل الاخضر دوت، انا مش محتاجاه، هرميه للطيور. هسيب بس كام ورقه خضرة كده علشان ايه بحطها في قعر الحله يعني. بعمل رصه كده في قعر الحله بس كده. وهوريكم هنسلقه ازاي مع بعض زي ما هو كده، مش هنفرده ولا حاجه. هناخد بس الورقه الناعمه الحلوه كده الفاتحه دي، يعني اللي هي ايه مش غامقه قوي يعني، وتكون ناعمه وحلوه. هركنهم على جنب عشان دولت ايه برضو هسلقهم يعني. الباقي ده بقى كله هرميه للطيور دلوقتي، مش محتاجاه. هما كده كده هياكلوه، مش مستاهله ان انا حتى اقطعه يعني. بس كده زي الفل كده. خلاص البصله دبلت اهيت. هبتدي انزل بقى بالطماطم. شفشقين طماطم حلوين كده، وضربه معاهم بقى فلفل احمر ايه، يعني صلصه هتبقى حمرا حمرا. هنا بقى ايه هنزل بقى الميه غليت، هنزل بحبه ملح وحبه كمون. هنزل بقى بالكرنبايه على بعضها اهو زي ما انتوا شايفين كده. وسع بقى ايه للصينيه كده عشان اللي يطلع احطه على طول، واقوم مشقلبها كده. بس ما بتاخدش حاجه خالص. اللي يطلع طلعه فرده على طول على الصينيه. ليه بقى ما بحطوش تحت المية على طول؟ علشان لو حطيته تحت المية واتبقى مني كرنب، انا عامله كرنبتين فمش هعملهم كلهم النهارده. وعنده في التلاجة يوم واتنين بيعمل ريحة، فكده طالما ما جاش عليه مية من الحنفية. طبعا انا بطلعه مش يكون ما بيكونش مسلوق قوي يعني، بيكون يا دوبك يعني ايه في تكة كده، اللي هو يستحمل السخونية اللي فيه هي اللي تكمل السوا بتاعه. عشان ما يعملش ريحة، ما يعملش ريحة في التلاجة، لما عينه يفضل زي ما هو بريحته. بس اللي انا هقطعه احطه في الطبق بقى كده على طول، عشان يبقى جاهز معايا على التقطيع. واوسع مكاني للي يطلع يعني، اوسع غيره يعني اللي يطلع افرده كده. هو ما بياخدش حاجه، بيبرد بسرعه. طبعا كل اللي بيقطعه دوت مش محتاجاه بعد كده، انا عامله كيسه جنبي بلمه فيها. طبعا كل التجهيزات ديت لما بتيجي تحشي بقى بعد كده الوضع بيبقى سهل يعني. الموضوع بيبقى سهل بالنسبه لك لانك انت كده مش لسه هتقطعي، لا هو متقطع جاهز اهو. بصوا بقى الاخضر بقى حلو ازاي، بقى بيلمع ازاي لما نزل استوى، لما اتسلق. بس ابتدي بقى اقطعه بقى اللي هو التقطيع على قد بقى ايه الصباع.
عشان برضو نجهز اللي هو ايه، تبقى الرصة برصتها كده على طول، نلف على طول، ما نتعبش نفسنا. طبعا هناك التسبيكه اهي قربت تخلص. انا مقطعه الخضره بقى ومظبطه الدنيا، هوريكم دلوقتي الخلطه هعملها ازاي. واول مره اعمل لكم على السطح محشي من اوله لاخره. طبعا لسه في بتنجان وكوسه وفلفل كل دوت هعمله معاكم، بس ايه، تابعوا بس الفيديو للاخر. لو وصلتوا لحد كده ما تنسوش بقى اللايك الجميل. طبعا الفراخ مجنناني رايحه جايه عليا، اللي هم عايزين اللي انا اقطعه ارميه لهم على طول، فانا كنت فعلا بالفعل بعمل كده، اللي بقطعه برميه لهم عشان يبعدوا عني. بعمل رصة خضرة كده عشان بحب احطها في قعر الحلة يعني. واقوم هفنش كل دوت ما شاء الله، سبت برضو يصفى اهو. هنا بقى هجهز الخلطة، ادي الرز اهو غسلاه وسايباه بقى يصفى من بدري. هنزل بقى بالصلصة، بصوا حمرا جميلة ازاي، عشان ضربة معاها فلفل احمر مع الطماطم. هنزل نقول بسم الله، وهنزل بقى كده. طبعا الحلة دي برضو هحشي فيها البتنجان والكوسة اللي هو المحشي المشكل. يعني ايه، مش عايزين نحاول نوسخ مواعين كتير يعني، طالما احنا فوق السطح يعني. هنزل بقى ايه بالفلفل الاسود والكمون والملح وشطة حراقة كده، حبة شطة حراقين كده يظبطوا الكلام. في ناس بتحب تنزل ببهارات، بس انا مش عايزة اكتر بهارات كتير، عشان ايه طعم المحشي ما يعني يبقى ظاهر معايا كده. قلب بقى الخلطة دي كويس جدا جدا كده، الخلطة الجبارة دي. طبعا الخضرة عبارة عن ايه، انا بحط كزبرة وشبت، بس بكتر بقى يعني، انا بحب الخضرة قوي في المحشي يعني. بس كده ظبطت الحدوقية بتاعتها، الملح بتاعها، وهركنها بقى على جنب كده، ارفعها فوق برضو بعيد عن الفراخ علشان الفراخ مجننني. هنزل بقى بالمحشي بتاعنا، البتنجان بقى المشكل، ادي كوسة وبتنجان وفلفل. ابتدي بقى اظبط الدنيا كده، وابتدي بقى كل ده هقوره معاكم دلوقتي. هقسمه على يومين، هقسمه على مرتين يعني، هحشي جزء النهارده وجزء بكره. بس طبعا بما اني هحشي فهقور، فانا هقوره كله يعني. انا هنا بس شلت العناقيد بتاعته علشان ايه، انضف له مكان يعني، اوسع مكان كمان كده خلاص. الفلفل ما بياخدش حاجه على طول، هوب هوب بيتعمل على طول بيتفتح. طبعا اللي بيطلع برميه لهم، برميه للفراخ يبقى عشان يبعدوا بعيد عني. بس هقور الكوسه بسرعه كده، وابقى كده خلصت الكوسه. بعدين اخش في البتنجان برضو. واحنا اصلا متعودين ان احنا دايما نعمل المحشي مشكل يعني، من كل حاجه بعمل حبه كده حبه، حله مشكله وحله كرنب. ولما بيبقى في ورق عنب بعمل حله ورق عنب كمان جنبهم يعني. ما اتعودتش ان انا اعمل الكرنب لوحده، ولا محشي مشكل لوحده، لازم كله بيتعمل مع بعضه يعني. احمد جه من المدرسه اهو، تلاقاني خلاص بقور البتنجان وقربت افنش، عشان هنزل اغسله دلوقتي واعبيه على طول. بس كده هقسمه بقى معاكم اهو. بفنش بس كده كام واحده كده قدامكم، بعيد عليها تاني. كنت عامله بالمقوار التخين، بفضي قلبه، وبعدين بعيد بقى بالمقوار الرفيع. بحب انا الفلفل الرفيع دوت عشان بيكون حراق كده، وبيدي ريحه حلوه جدا في المحشي. احنا هنا ما عندناش بتنجان ابيض. في الارياف يعني ما فيش بتنجان ابيض، معظم البتنجان بيبقى اسود. لكن عندنا هناك بقى في شبرا وفي القاهره بتنجان الابيض متاح يعني، فكنت على طول شغاله بيه بعمله يعني. فهنا الموجود بقى بعمله يعني، هنعمل ايه طيب، الموجود بستخدمه. هقسم بقى، هاخد من كل حاجة حبات كده، عشان ايه تبقى على مرتين. بس كده هاخد دول اغسلهم واعبيهم. اعبي بقى الاول الكرنب. هعمل دقيقة كرنب كده صغننة، عشان ايه احنا بنحبها صبح بصبح كده، تبقى سخنة يعني ايه، الدقيقة تستوي ناكلها تاني يوم، نعمل غيرها كده. ما يباتش، لو بات ما بيبقاش ليه اي طعم يعني، الاولاد اتعودوا على كده. هنا انا خلصتها اهو، هعلق عليها.
بس اركنها على جنب كده واغطيها، وامسك بقى البتنجان. طبعا انا غسلته، نزلت غسلته وسبته اهو في مصفى يتصفى. هبتدي بقى اعبيه بسرعه بسرعه عشان اعلق على الاتنين مع بعض اهو. طبعا طالعه نازله طالعه نازله، الموضوع كان صعب بالنسبه لي والولاد في المدرسه بصراحه، لان هما اللي بيفضلوا يقولوا لي المصالح يعني طالعين نازلين. الحمد لله يعني الفيديو كان صعب بالنسبه لي بس انجزته. طبعا نزلت كمان جبت حله الشوربه علشان اقدر اسقي بيها قدامكم. ادي حله المشكله اهي. هبتدي بقى اخد بقى بطبق كده اغرف بيه، لان انا مش هينفع معايا مغرفه. اولع العين التانية بس واطيه، وده برضو كده اسقيه واهزه هزتين كده واكمل السقي بتاعه. ايوه احط له كمان حبه بس كده زي الفل، واسيبه بقى لحد ما يستوي. كده خلاص الحمد لله استوى، والولاد راحوا الدرس كمان ورجعوا. هنبتدي نغرف بقى ونتغدى، وبألف هنا وشفا على قلوبنا. اتفضلوا معانا بقى. ايه رأيكم بقى في المحشي الجميل ده؟ حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله باذن الله اعمل لكم فيديوهات كتير على فوق السطح، واستنوني فيديوهات كتير. بس اهم حاجه تشجعوني باللايك والشير والمشاهدات علشان كل يوم اعمل لكم فيديو جديد. حاجه كده عسل عسل، صينيه مشكله من كل حاجه. هطلع لهم بقى كده بقى اللحمه بتاعتهم واحط لهم شويه شوربه. ايه رايكم بقى في العسل ده؟ اتفضلوا معانا. هعمل لهم بقى شويه شوربه كده سخنه عشان هما بيكحوا وتعبانين. بس كده زي الفل. عشان بس ايه يعرفوا ياكلوا الاكل سخن، بس ايه هيا ان شاء الله هياكلوا يعني. بصوا بقى هوريكم السوا بتاعه عامل ازاي. هاخد لكم من كل حاجه حاجه. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا بيقطع على طول ازاي اهو. حاجه كده عسل. ويا رب الفيديو يعجبكم. باي باي.